بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص فاضل يوم واحد على رمضان. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. النهاردة قبل رمضان قلت ايه لازم افرز التوم عشان متعب شوية. ويكون صعب ايام الصيام. فانا جايبة كمية كبيرة خالص التوم الطري ده قبل ما بينشف. انا بفرز كمية كبيرة. جايبة 27 كيلو. طبعا الكيلو نص كيلو والجزء الكبير انا بطلع الحبة. وبعد كده بيفتح التوم في النص، بيكون طلع النار كده بنطلعه. انا بستخدم هنا بستخدم الكمية بسيطة خالص وبسيطة. ويا ريت تجربوا فيه. زي ما انتم شايفين اهو بحط التوم بالظبط طبعا بيكون معايا شوية معلقة زبدة ومعلقة معلقة بصل صغير وشوية بقدونس وبسيطة. ويكون نص كيلو. زي ما انتم شايفين بعد ما بطلعهم بطلع الخلاط الاول بدافه التوم. بطلع التوم بره، بطلع الحاجة بتاعته ويسيح كويس خالص. وهفضل اطلع فيه كميات كتير خالص. وعشان كده لازم اغسل التوم كويس. زي ما انتم شايفين اهو كمية كبيرة. دول التوم الاول. بعد كده عملت زبدة زي ما قلت. وخلاص ضمنت الزبدة كده وهكذا. خلصت الحاجات بتاعتي وزي كده بالظبط. بطلع منها المية وبحطهم بقى. بحط زيت كتير زي ما انتم شايفين زيت الزيتون. وبطلع الجزء الصغير عشان احط الجزء الكبير. وجايبه زيت زيتون عادي خالص بيقعد ابيض زي ما هو. زي ما انتم شايفين اهو الكمية. انا عملت حوالي 5 كيلو الاول. ما بضيفش غير الملح بس. بضيف الملح وبنقلب هنا كويس وبعد كده بحطه في اكياس. في ناس بتحطه في برطمانات، كل واحد هو حر. في ناس بتحطه في برطمانات وتحطه في التلاجة. وانا بحطه في اكياس عشان ما ياخدش مساحة مني في التلاجة. زي ما انتوا شايفين اهو بالمنظر ده. دي الاكياس عادية خالص وبنحطه بالمنظر ده. انا عملت الاول 5 كيلو، هكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. انا ما بضيفش غير الملح بس وبيقعد زي ما هو. اما البصل فقبل كده فرزنا البصل مش بنضيف اي حاجة. البصل ما نضيفش اي حاجة، اما الثوم بنضيف الملح بس. عملت الكمية دي كلها. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله دول 15 كيلو. بعد كده عملت 6 في العصر، والستة التانيين بعد ما خلصت الستة دول. وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. يا رب يكون رمضان سعيد علينا. وان شاء الله بكرة بإذن الله هنجهز الفطار مع بعض.